تلاقيه بيكلمك بصوت هادي وبيسرقك وانت بتقول له تمام يا فندم. المكالمة شكلها رسمي، بيكلمك بهدوء وبيقول لك انا من البنك، محتاج اتاكد من بيانات الفيزا علشان نحمي حسابك، وانت بتفتكر انك بتحمي نفسك لكنك بتسلمهم كل حاجة. خد بالك مفيش بنك في مصر لا حكومي ولا خاص من حقه يطلب منك على التليفون او على الواتساب رقم الفيزا بالكامل، كود الامان CVV، الكود اللي بيجي لك في رساله OTP. لو حد طلب منك ده يبقى بيضحك عليك. اللي بيعمل كده بيقع تحت جريمه اسمها نصب باستخدام وسيله الكترونيه، وده ضمن قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات رقم 175 لسنه 2018، والعقوبه ممكن توصل للحبس والغرامه الكبيره. لو تعرضت لموقف زي ده ما تردش على اي مكالمه مش موثقه. جات لك مكالمه غريبه، صور وسجل كل حاجة، بلغ فورا أقرب اسم شرطة أو من خلال مباحث الإنترنت. لو أنت أو حد من أصحابك أو أهلك اتعرض لمحاولة نصب زي دي ما تشيلش هم ولا تقلق، في المؤسسة العربية للمحاماة هنجيب لك حقك.